حبايبي سنة ستة، يلا بينا ناخد أهم قاعدة جرامر في اليونت الأولاني، ومش عايزة أقول لكم كمان في الترم كله. إزاي أقدر أفرق بين الأدجكتيف وبين الأدفيرب، الصفة والظرف. هحكي لكم حدوتة صغيرة هتفهموا من خلالها القاعدة بطريقة لطيفة جدا. كان يا مكان كان عندي 2 ولاد عم، الصفة adjective والادفيرب الظرف، والاتنين كانوا ماشيين مع بعض في يوم من الأيام. وإيه اللي حصل؟ الصفة قالت للظرف: هو أنت شبهي كده ليه؟ أنت بتقلدني في كل حاجة؟ أنت ليه شبهي كده؟ ده الناس لو شافتنا هتتلخبط ما بيننا. ساعتها الظرف اتضايق جدا وقال للصفة: لا يا صفة، لا يا بنت عمي، أنا مش شبهك خالص. أنا شكلي مختلف عنك. أنتي ما عندكيش ال واي لكن أنا عندي ال واي. أنتي ساد لكن أنا سادلي. انتي من غير ال واي لكن انا ماما حطت لي ال واي عشان تفرقني عنك. وانتي كمان بتشتغلي شغلانه غير شغلانتي. انتي بتوصفي اسم لكن انا بوصف فعل. شفتي بقى احنا مش شبه بعض ولا اي حاجه، ولا انا بقلدك ولا اي حاجه. عايزه اقول لكم على معلومه. ظرف كمل كلامه وقال للصفه، قال لها: بصي انتي حتى لو في اخرك واي، لما اجي وتبقي ظرف وتتحولي لظرف، الواي بتتشقلب تبقى اي. وبرضو ماما بتحط لي ال واي زي happy happily happy happily، سعيد وبسعادة. طيب انتوا عارفين يا اصدقائي ان في بعض الظروف ما رضيتش بالكلام ده خالص، وقالت للصفة: انا هغير شكلي خالص علشان انتي يا صفة ما تقوليش عليا اني بقلدك. بعض الصفات لما تيجي تتحول لظروف بتغير فستانها خالص. ايه ده؟ يعني ما احطلهاش ال واي؟ لا، دي بتروح تغير كل شكلها خالص. علشان ايه؟ علشان الصفة ما تقولهاش انت شبهي، زي good well، جيد بطريقة جيدة. اخدنا حبايبي القاعدة، طب يلا نطبق عليها. عود نفسك، خدت قاعدة لازم تطبق عليها على طول. طب اطبق ازاي؟ تعالى كده وركز معايا وانت هتفهم اللي انا قلته تمام. انا بقول هنا he is a good boy، هو يكون ولد جيد. طب انا هنا بوصف مين؟ بوصف الولد بان هو جيد. الولد ده اسم، يبقى انا بوصف اسم، يبقى ده صفة adjective. طب تعالوا على اللي تحتيها، he plays the drums well، هو كان بيعزف على الطبول ايه؟ جيدا. طب تعالوا اما نشوف هو بيوصف ايه. انا هنا عندي will اللي احنا قلنا عليها ظرف، بس احنا نعتبر نفسنا ما نعرفش هي ظرف ولا غيره. احنا بنوصف العزف ان هو كان جيد. العزف نفسه انا بوصفه هو اللي كان جيد ولا العزف هو اللي كان جيد؟ بوصف العزف هو اللي كان جيد. يبقى بوصف فعل، يبقى will ظرف على طول. طب تعالوا على اللي تحتيها، she is sad، هي تكون حزينة. انا بوصفها هي ولا بوصف تكون؟ لا طبعا بوصفها هي، يعني بوصف she، بوصف الاسم. يبقى طالما بوصف اسم يبقى دي على طول adjective، صفة. طيب تعالوا اللي تحتيها، she plays the flute sadly، هي كانت بتعزف على الناي بحزن. الله، طب يبقى هنا بوصفها هي اللي كانت حزينة ولا العزف بتاعها هو اللي كان حزين؟ العزف بتاعه اللي كان حزين. يعني plays بوصف فعل، يبقى طالما بوصف فعل يبقى ديت ظرف يعني adverb. طيب تعالوا نشوف اللي بعديها، he is a quiet boy، هو يكون ولد هادئ. هو انا بوصف مين؟ بوصف الولد ان هو هادئ، يبقى انا بوصف اسم. طالما بوصف اسم يبقى quiet ديت صفة adjective. طب تعالوا نشوف اللي تحتيها، he plays quietly، plays quietly يعني هو كان لو هنا الفيرب بمعنى يلعب هيبقى بيلعب بهدوء، يبقى انا بوصف اللعب هو اللي كان بهدوء. يبقى انا بوصف فعل، يبقى هنا طالما بوصف فعل يبقى quietly دي ظرف adverb ومضاف لها ال واي. ممكن فعل play ممكن يجيب معنى يلعب وممكن يجيب معنى يعزف، وطبعا احنا اخدناه في التو فيديوز اللي قبل كده ان هو بيجي مع play لو جه وراه آلة من الآلات الموسيقية بيبقى معنى يعزف. بعد كده عندي he is happy، هو يكون سعيد. انا بوصف مين؟ بوصفه هو. طالما بوصف هو يعني بوصف اسم يبقى ده صفة. طيب اللي تحتيها he plays the flute happily،
هو بيعزف على الفلوت بطريقة سعيدة. يبقى أنا بوصف بسعادة، بوصف العزف بتاعه إنه كان بسعادة، العزف بتاعه إنه كان يعني بوصف العزف، يعزف فاعل. طالما بوصف فعل يبقى happily هنا adverb